السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ مع قناة سيسترز فود، الوصفات البسيطة والسهلة. النهاردة انا كان عندي شوية لبن بدأوا يروبوا، ما عادش ينفع يتغلي، فقلت اعمل بيه الحاجة الجميلة دي تنفع في الفطار او كنوع تحلية لولادنا. هنعمل القرص بالعجوة بطريقة بسيطة وغير مكلفة. هنجيب البولة وننزل بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، 3 معالق كبار من السكر، ورقة من الفانيليا، نص معلقة صغيرة من الملح، ربع كوباية من الزيت، 3 كوبايات من اللبن اللي كان هيروب معايا ما عادش ينفع يتغلي. على فكرة اللبن بيبقى جميل جدا في المعجنات، بيدي نتيجة جميلة. هنزل معلقتين كبار من الخل، ممكن نستبدل اللبن بتاعنا بالمية عادي. هننزل بكيلو من الدقيق، ورقة من بيكنج باودر. بعد كده هنبدأ نقلب المكونات ونبدأ نعجن. لو الدقيق بتاعنا احتاج لبن او سائل تاني ممكن نزود شوية او نقلل شوية حسب نوع الدقيق، لان الدقيق بيختلف من نوع للتاني في احتياج السائل. هنعجن لمدة 10 دقايق ونحاول العجينة بتاعتنا تبقى طرية بتلزق. كل ما كانت العجينة طرية كل ما كانت نتيجتها افضل، وكل ما كانت هشة وقطنية معانا. هنسيبها تخمر لمدة ساعة. هي كده وصلت للدرجة اللي احنا عايزينها. هنبدأ نقطع العجينة بتاعتنا قطع متساوية علشان نشكل القرص بتاعتنا. هندي رشة دقيق خفيفة وبعدين نقطع العجين عليها ونبدأ نشتغل فيه. هنمسك العجينة بتاعتنا ونبدأ نفردها نص فردة. بنكون مجهزين الحشوة بتاعتنا اللي هي العجوة، سواء بنجيب عجوة جاهزة مخلية او بنجيب العجوة العادية ونبدأ نخليها. زي ما انا عملت كده، جبت العجوة وخليتها وعجنتها بمعلقتين من السمنة. بحط العجوة في النص وابدأ اقفل العجينة عليها كويس علشان ما تطلعش مني. برجع افرد العجينة تاني الحجم اللي انا عايزاه، بس نحاول تكون السمك بتاعها متوسط، او نشكل القرص بتاعتنا بالمقص زي ما احنا شايفين كده. بنقطع تقطيعة بس ما بنوصلش لحد الاخر، بنحاول ان احنا نسيب الحتة اللي في النص دي ماسكاهم ببعض كده. بعدين بنمسك الطروف مع بعضها علشان تعمل شكل وردة. بنحطها بقى في صينية تكون مدهونة زيت او سمنة. هنبدأ نفرد عجينة تانية قدامنا، نحط الحشوة ونقفل كويس علشان الحشو ما يطلعش منها، ونرجع نفرد العجينة بتاعتنا تاني ونشكلها سواء بالمقص زي ما انا عملت كده او بالسكينة، بيدوا نفس النتيجة، بس انا بستسهل المقص شوية. هنقطع القطع تكون متساوية قد بعضها، ما نوصلش للاخر، ونبدأ نلم الطروف على بعض عشان تدينا شكل الوردة، ونرصها ونزينها سواء بالسمسم او باي حاجة احنا حابينها، سواء حبة البركة او السمسم او اي حاجة تانية. ونبدأ نرصها في الصينية ونخلص العجينة بتاعتنا كلها. وبنسيب العجينة بتاعتنا تخمر ربع ساعة قبل ما ندخلها الفرن. انا كده خلصت العجينة بتاعتي، هسيبها تخمر لمدة ربع ساعة قبل ما ادخلها الفرن. ساعة ما بخلص تبطيط العجين بتاعي او القرص بتاعتي، ببدأ اولع الفرن بتاعي اسخنه الربع ساعة دي علشان ادخل بالقرص بتاعتي. قبل ما ادخلها الفرن بقى بدهن الوش سواء بلبن او بصفار بيض او بعسل اسمر زي ما انا هعمل كده. هجيب معلقتين من العسل هحلهم في شوية مية صغيرين وابدأ ادهن الوش بتاعي علشان يديه اللون الاحمر لما يستوي. هدهن القرص بتاعتي كلها وبعدين ادخلها في الفرن يكون سخن مسبقا لمدة ربع ساعة. هتطلع ده بالمنظر دوت. اول ما تطلع برضو بدهنها بالعسل او بالشيء اللي انا دهنتها بيه قبل ما ادخله، بلبن او بالبيض. بتطلع بقى بالمنظر دوت، جميلة جدا، تنفع في الفطار او تنفع كنوع تحلية لولادنا، جميلة جدا وليها فايدة جميلة جدا. اتمنى ان انا اكون افدتكم، واتمنى انها تعجبكم، واتمنى ان انتوا تشتركوا معايا في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد، ونتقابلوا في وصفة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم.